السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا شنو قال الإعلام المصري والإعلام الجزائري على المنتخب الوطني المغربي أمام تنزانيا. بالتأكيد واحد من أهم المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية اللي جاي. بدايته مع منتخب تنزانيا هتديله دفعه كبيره، يعني يعتبر دلوقتي هو المنتخب رقم 1 في القاره الافريقيه، يمكن النتائج اللي قدمها منتخب المغرب في كاس العالم خلاص هو حطته في مصاف الكبار. يمكن لما يعني يعتبر دلوقتي هو المنتخب رقم 1 في القاره الافريقيه، واصبح انت بتتكلم في منتخب هو رابع العالم بالنسبه لمنافسات كاس العالم، ومنتخب بياخد المركز الرابع. قدم مستوى ممتاز واكتر من ممتاز في كاس العالم، نتائج كانت غير متوقعه زي ما انت قلت. احنا كان في التفاف من الوطن العربي كله خلف منتخب المغرب، فاصبح هو المرشح الاول، بعيدا عن ان هو كده كده تاهله لكاس العالم امر مفروغ منه بالنسبه للسكواد الموجود عند منتخب المغرب، التنوع اللي موجود عند قدرات اللعيبه اللي موجوده في كل الخطوط من اول ياسين بونو لحد انت بتتكلم لحد الخط الامامي. فلا منتخب انا شايفه هو المرشح الاول للتاهل من مجموعته، ده امر حتمي. الناحية الثانية الطموح اللي عند منتخب المغرب وعند الشعب المغربي هو كأس الأمم الأفريقية، هو أصبح بالنسبة لهم تارجت. هم تشبعوا من كأس العالم ومن المركز اللي خدوه في كأس العالم، وزود عندهم الطموح إن يكون عندهم بطولة تضاف لخزائن المغرب على المستوى الأفريقي، إن هم دايما هيبحثوا عن الفوز باللقب الأفريقي، ومفيش فرصة هتيجي تاني لمنتخب المغرب إنه ياخد لقب كأس الأمم الأفريقية أكتر من الفرصة اللي هو موجود فيها. مش هيلاقي سكواد بالعظمة دي، مش هيلاقي مدرب زي وليد الركراكي عنده التنوع الهجومي اللي هو ظهر بيه في كأس العالم. هنشوف طبعا منتخب المغرب بشكل مختلف. بداية اعتقد هتكون بداية قوية لمنتخب المغرب في تصفيات كأس العالم بعد طبعا الغاء مباراته مع اريتريا بعد ما انسحبت من التصفيات. بدايته مع منتخب تنزانيا هتديله دفعة كبيرة لحد ما تتوالى المباريات معاه في باقي الجولات بعد كده في كأس العالم. وهنشوف منتخب المغرب واحدة واحدة هو بيبعد أصلا بالصدارة في المجموعة بتاعته، وأمر تأهله لكأس العالم هيبقى أمر حتمي بالنسبة له. السكواد ده يعني هو المعطيات دايما بتيجي من اللعيبة اللي موجودة في المنتخب، واللعيبة اللي موجودة في منتخب المغرب تؤهله إن هو يتأهل لكأس العالم وكمان ينافس على لقب كأس الأمم الأفريقية بشكل قوي. Bono في l'équipe du Maroc a été اسمح لي décisif. ما باش une demi-finale de coupe. خليني نهضر انا. بونو ما يخيبناش يا ساده يا كرام، انا قلتها ما حشمناش بونو، يا كبير يا كبير يا كبير. بونو في l'équipe du Maroc a été اسمح لي décisif. خليني نهضر انا. Si je veux être chauvin Bono au اللاعب demi-finaliste de Coupe du Monde dans une année de Coupe du Monde. Donc أنا إذا كنت نحب خليني نهضر أنا ما قلتلكش باللي هو أحسن. أنا نقول لك ما تنساش باللي اختيار ce sont les techniciens collège de techniciens africains هما اللي يخيروا. C'est un vote. Non, c'est pas des journalistes. C'est un collège de techniciens. C'est un groupe de techniciens africains choisi par la CAF. هما اللي يخيروا شكون يدير d'ailleurs ce n'est pas un ballon d'or, c'est le meilleur joueur africain de l'année. هذه وحده. سكوندو انني نقول باللي اذا فاز بها محرز عنده لي جوستيفيكاتيف، ولكن ما تنساش باللي كاين منافسين عندهم دي زارغيمون اوسي. بونو دا une coupe d'Europe, c'est vrai que c'est la deuxième Europe ou demi-finaliste de Coupe du Monde dans une année de Coupe du Monde. Donc انا اذا كنت c'est pas un titre demi-finale, c'est pas un titre, c'est une performance. Mais اسمح لي le titre où le trophée ne récompense pas seulement les titres, il récompense aussi le rendement individuel. Le rôle de Bono في l'équipe du Maroc a été اسمح لي décisif. Sans lui peut-être le Maroc ما تلحقش le demi-finale de Coupe du Monde. Donc احنا دوك رانا dans un plateau algérien. انا si je veux être chauvin je vais te dire خليني نهضر انا. si je veux être chauvin نقول لك محرز لازم يديها وعنده لي جوستيفيكاتيف et les arguments. Mais si je veux être neutre je dis باللي
بونو واللاعب النيجيري ذكرني العام الاسم تاع اوسيمان عندهم اوسي دي فاكتور كي فون لو تيتر او يتلعب بين هاد الثلاثه واحد فيهم يدير. معليش رشيد ايزون ترونشي ديجا بينو بين بونو اليوم سي فري كو بونو شارك مع كاس العالم ويلا اريتي لي بينالتي مع الاسبان ومع الاخرين وساهم باش الفريق تاعو مشى الى دور. لكن في المغرب لماذا لم باغ اكزومبل البالون دور على ما خيروش باغ اكزومبل زياش ولا النسيري باش يكون مع البالون دور اوروبيا؟ وعلاه؟ هذا هو اليوم الاشكال، هذا هو اليوم السؤال المطروح. انا نظن باللي كما قالوا الجماعه محرز عنده لي زارغيومون، عنده بوكو تشوز باش يكون هو. نظن باللي نختم عليه البالون دور افريكا. روح قول قبل ما عادش نسالك، قلت عندي، قلت لي نختم معاك يعني انت طلبت الكلمه. هي شوف في هذا المستوى هذا شوفوا لي تيتر محرز دا 3 تيتر تشامبيونز ليغ اللي عليه تري امبورطون تيتر ماجور اكزاكتومون وشامبيونات دونجلتير بلس لا كوب الى ماركي 17 بوت الى دوني مش عارف شحال من عنده 15 باس ديسيف 14 ولا 15. أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم. جرحى بالآلاف ونزوح جماعي يفوق 170 ألف فضلا عن حصار كامل عن منطقة غزة. وفي هذا المقام سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها. حضرات السيدات والسادة، إن أمن الشرق الأوسط واستقراره كما أكد على ذلك جلالة الملك في رسالته السامية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب مساع بلا انقطاع وجهود حثيثة ومتواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لشعوب المنطقة. بطبيعة الحال فإن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك ستظل متشبتة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية باعتبارها خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ومستعدة للانخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، منددا بشدة بالاقتحامات المتكررة ومحذرا من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف وتروج لثقافة العنف وتؤجج نيران الصراع وتقوض جهود التهدئة وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم. واليوم تجدد المملكة المغربية التأكيد على أن المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام لم يعد مصطلح خطير يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط أمام تصعيد غير مسبوق وسع ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وآمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل. هذا الوضع المتأزم يسائل أيضا المجتمع الدولي والقوى الفاعلة والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه القضية المزمنة. فأين هي الآليات التي وضعت للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وما هي نجاعتها، وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن؟ وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها؟ جرحى بالآلاف ونزوح جماعي يفوق 170 ألف فضلا عن الحصار كامل عن منطقة غزة، كما أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بليغ، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وألا يكونوا هدفا أو ضحايا. يحدث كل هذا في خضم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب، كأننا لم نستوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المضاد، وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، وأن التطرف
لا ينتج إلا التطرف. وفي هذا المقام أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين للدفاع عن حقوق الشعب